كان هناك رجل خاض أكثر من 100 معركة ولم يخسر واحدة، لكنه مات على سرير بلا سيف بلا طعنة. اسمه خالد بن الوليد. كان سيفا يمشي على الأرض، وكل خطوة له كانت بداية لمعركة. في البداية حارب الإسلام، ثم أصبح من أعظم من دافع عنه، وبعد أن دخل الإسلام انقلبت كل الموازين. أول اختبار حقيقي له كان في غزوة مؤتة. جيش قليل وعدو هائل، قاد المعركة بانسحاب ذكي أنقذ الجيش، ومن يومها سمي سيف الله المسلول. بعد ذلك لم يكن يقود جيشا، بل كان هو الجيش. كان يفكر بسرعة تفوق السيوف، ويتحرك كأنه يرى ما لا يرى. كان يعرف كيف ينتصر دون أن يخسر رجاله. حين سمع الفرس والروم اسمه غيروا خططهم قبل أن يروه. في معركة اليرموك قالوا له: نحن محاصرون، فأجاب بثقة: بل نحن الذين حاصرناهم. كان يدخل المعارك كأنه يسير وسط الموت، مطمئنا واثقا، لم يتراجع يوما ولم يخف ولم يهزم. وفي ذروة انتصاراته جاءه أمر بالعزل، ولم يغضب، بل قال: أقاتل لله لا من أجل منصب. وفي النهاية لم يمت في معركة ولم يقتل بسيف، مات على سرير جسده مغطى بالقطن وملامحه منهكة من التعب، وقال كلمته الأخيرة: هذا جسدي كله جراح، لكنني أموت على سرير، فليعلم الجبناء أنهم لن يناموا مطمئنين أبدا.